ربما يكون مؤشر النجومية في الجولة 15 يتجه إلى تحقيق النسبة العليا مع سهم المهاجم ياسر القحطاني لاعب فريق نادي الهلال. فالقناص خرج من صيامه التهديفي من خلال قدرته على حسم مباراة الهلال مع الحزم عبر زيارة شباك المنافس 3 مرات متتالية وفي ظرف 10 دقائق فقط. أمامية إلى عبد العزيز، يا هي كرة إلى ولي همسون، يا لويلا جول! ياسر رفع رصيد أهدافه إلى 8 وأصبح في المركز السادس في قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين حتى الآن، وبفارق هدفين فقط عن المركز الأول الذي يقف على قمته المهاجم ناصر الشمراني ب10 أهداف. عاش ياسر منذ 2009 أزمة نفسية كبيرة نتيجة ضغوط جماهيرية واسعة تطالبه بعودة حساسيته للكرة، وجاء الضغط الجماهيري كبيرا ورهيبا على شاب في منتصف العشرينات وفي أوساط رياضية تعشق بالحد الأقصى وتعاتب بالحد الأقصى وربما تغضب بالحد الأقصى. محاولة لإحراز الثاني، ياسر القحطاني جول! بعد مرور موسمين من هذه الضغوط أصبحت بعض الجماهير الهلالية في حالة يأس من حالة اللاعب واستحالة عودته إلى حساسيته السابقة للكرة، مما أدى إلى انهيار الضغط الإعلامي والشعبي عليه، وبالتالي إلى أن أصبح اللاعب يلعب دون أن يطالبه أحد بشيء. مباراة الهلال مع الحزم منحت ياسر القحطاني الفرصة للعودة كواحد من أهم مهاجمي كرة القدم بالملاعب السعودية، وأعادت الكاسر إلى بداية طريق العودة. أليس هذا خبرا رائعا قبل 3 أسابيع من كأس آسيا؟ جانبين التقيا من قبل 11 مناسبة فاز فيه 9 وهذا اللقاء الثاني 10 وهنا وياسر ياسر ياسر جول 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 جول